ازاي تعرف ان قناتك واخده شادو بان؟ مبدئيا كده ايه هو اصلا الشادو بان؟ في اليوتيوب مفيش حاجه رسميه بتقول ان قناتك ممكن تاخد شادو بان، انما ده مصطلح معروف ما بين صناع المحتوى او اي حد شغال في المجال التقني. والشادو بان ما نقدرش نعتبره انه عقاب للقناه بتاعتك. يعني اليوتيوب ما يقدرش يعاقبك ان مثلا الصوره المصغره بتاعتك مش حلوه، لان دي ليها تقييم منفصل وهو معدل النقر او السي تي ار. لو الصوره المصغره بتاعتك مش قد كده والعنوان مش كويس، معدل النقر بيقل. وبرضه ما يقدرش يعاقبك على محتوى القناه بتاعتك، لان لو المحتوى مش كويس وقت المشاهده هيقل، فبالتالي الفيديو هيقف. وبرضه لو انت عندك محتوى معاد استخدامه ودي ما بيكونش فيها هزار، يقوم رازعك سترايك ويمسح لك الفيديو على طول. عشان كده الشادو بان ده نقدر نعرفه بانه رد فعل الخوارزميات تجاه قناتك نتيجة سلوك غير طبيعي لكن بدون دليل. يعني ايه بقى موضوع بدون دليل ده؟ بص، في الغالب الشادو بان ده بيحصل نتيجة نقرات غير شرعية. يعني مثلا انت عندك حسابات تانية، والحسابات دي انت دايما كنت مهتم فيها بالمحتوى الترفيهي، بتدور على الفيديوهات الترفيهية وتتفرج عليها. وبعد ما عملت قناتك وليكن المحتوى اللي انت عملته محتوى طبخ، وسيادتك بتخش تتفرج عليه من الحسابات التانية، فجأة كده اليوتيوب بيتفاجئ انك بعد ما كنت مهتم بالمحتوى الترفيهي، فجأة كده بقدرة قادر بقيت تتفرج على محتوى طبخ. ومش بس كده، ده اليوتيوب متعود منك انك لما كنت بتخش على فيديو يا دوب بتعمل لايك بالعافية، فجأة كده ما شاء الله بقيت تخش تعمل لايكات، تشترك في القناة، تعمل تعليقات، ومش فيديو ولا اتنين، ده باستمرار. ده بالاضافة ان اليوتيوب يقدر يشوف الاي بيهات بتاعة المشاهدين، يقدر يطابق الاي بي او الماك ادرس، او يعرف ان المشاهدات دي كلها جاية من نفس الراوتر بتاعك. هنا اليوتيوب يبدأ يحس بسلوك غير طبيعي، بس هو مش قادر يمسك عليك دليل. هو لو مسك عليك دليل مش هيهزر معاك، عشان كده بيكتفي انه يديك المصطلح اللي بنتكلم عنه وهو الشادو بان. مجرد بيحجب القناة بتاعتك، يقلل وصولها لغايه ما يبقى يبان لك صاحب، او القناه بتاعتك يبان عليها كرامات، ويبدا يحس ان المشاهدات او التفاعل اللي عليها حقيقي. طب ازاي بقى نعرف ان القناه بتاعتنا عليها شادو بان؟ اي فيديو انت بترفعه على اليوتيوب، اهم حاجه في الاحصائيات اللي بتشوفها بعد الرفع هم حاجتين: السي تي ار او معدل النقر، ونسبه الاحتفاظ بالمشاهد. معدل النقر المقبول لازم يتعدى 5، اقل من 5% طبيعي ان الفيديو بتاعك يقف، القناه بتاعتك ما فيهاش مشكله. انما من اول 5 وانت طالع يبقى الفيديو بتاعك مبشر بالخير. تاني حاجة هي نسبة الاحتفاظ بالمشاهد. على الأقل لازم أكتر من 50% من اللي اتفرجوا على الفيديو بتاعك يكونوا كملوا لغاية أول 30 ثانية من الفيديو. لو أقل من 50% ده معناه إن أغلبية اللي دخلوا على الفيديو خرجوا منه من قبل حتى ما يعدوا ال 30 ثانية، وده طبيعي إن اليوتيوب يوقف انتشار الفيديو. إنما بقى لو اجتمع الحاجتين، معدل نقر اعلى من 5، نسبة الاحتفاظ بالمشاهد لاول 30 ثانية تعدت ال 50%، ومع ذلك الفيديو واقف ومش بيوصل للناس، كده انت واخد شادو بان. تاني حاجة تبص عليها هي شريط المشاهدات اللي موجود في استوديو اليوتيوب او احصائيات القناة. الشريط ده بيبين لك كل ساعة بتعدي بيجي فيها كام مشاهدة للقناة كلها، مش على فيديو واحد. الطبيعي ان الشريط ده يبقى مستمر، كل ساعة بتيجي مشاهدات حتى لو مشاهدة واحدة. وده طبعا للقنوات اللي عندها كمية فيديوهات لا بأس بها. يعني ما يجيش واحد عنده لسه 5-6 فيديوهات ويقول شريط المشاهدات عندي فاضي، ده طبيعي الفيديوهات عندك قليلة فالمشاهدات مش قد كده. وبرضه مفيش مانع ان يكون في ساعة 2-3 ما بيجيش فيها مشاهدات، لكن لو شريط المشاهدات اخر مشاهدات جت فيه كان بعد ما رفعت اخر فيديو بعدها بساعتين، وبعد كده الشريط كله صفر مفيش مشاهدات، ساعتها تبدأ تقلق وتراجع سلوكك عامل ازاي الفترة الأخيرة. طيب أنا ينطبق عليا الحاجات اللي أنت قلتها دي كلها، كنت بعمل فعلا كده وبخش من حسابات تانية وبتفاعل على القناة بتاعتي، وبالفعل القناة بتاعتي خدت شادو بان. أتصرف ازاي في المصيبة دي؟ ولا أي حاجة، ولا تقلق. زي ما قلت لك الشادو بان ده مش عقاب للقناة بتاعتك، عقاب اليوتيوب لأي قناة بيبقى سترايك، زي انك تستخدم المحتوى عليه كوبي رايت او اي حاجه مخالفه لسياسات اليوتيوب، فهو مش بيهزر فيها. انما الشادو بان الطف من كده بكتير. كل اللي عليك انك تعمله انك توقف اي سلوك غلط انت كنت بتعمله، واقصى حاجه تنزل فيديو كمان، الفيديو اللي بعديه القناه بتتعامل عادي خالص ولا كأن حصل عليها اي حاجه. فالشادو بان مش بعبع او نهايه الكون زي ما الناس مفكره. الفكره في الموضوع انه مجرد جرس انذار من اليوتيوب بيقول لك خلي بالك من اللي انت بتعمله، وبس كده. ما تنساش بقى اللايك والاشتراك وتدعمني بكومنت بسيط. سلام.